اهو طلعت في التصوير بقى اهو. هنشوف كام تشجيع هيجيلك يا استاذ. خلاص بقى عيب بقى. يلا اهو بطل لعب. بيوقع الكاميرا كل شويه. خلاص بقى يلا. اهلا وسهلا بيكم في قناه اعز الناس. النهارده هتكلم عن الوساده الخاليه من روائع صلاح ابو سيف، فيلم الوساده الخاليه. فيلم طبعا كل الناس اتفرجت عليه ومشهور قوي بدويتو سميحه وصلاح. الفيلم بيعالج مشكله الحب الاول، وصلاح ابو سيف في الفيلم عايز يبين الحب الاول ده هو خدعه ولا وهم ولا حقيقه ولا ايه. من خلال الفيلم عايز يثبت لنا صلاح ابو سيف ان الحب الاول وهم كبير. حتى بدأ مقدمة الفيلم بالجملة الشهيرة اللي في المقدمة كده، بيقول في حياة كل منا وهم كبير اسمه الحب الاول. ولكني برضو انا مش مع صلاح ابو سيف في حاجة. ايه بقى هي؟ الفيلم بدأ ان هم 3 اصحاب وشلة كده مع بعضهم، مش نافعين في مدارس ومش نافعين في كليات وبيسقطوا كل سنة في الكلية. عبد الحليم في كلية التجارة، وعبد المنعم ابراهيم مش عارفة في كلية ايه، واحمد رمزي في نفس الكليه تقريبا. هم الثلاثه تقريبا في نفس الكليه يعني. المهم انه كل سنه بيسقطوا ومش بينجحوا غير بملاحق او بمواد او كده يعني. لما كانوا في مره ماشيين وبتمشوا جعانين قوي، دخلوا معرض اسمه معرض الفنون النسويه. ده بيقدم اكلات كده الناس بتخش تدوقها عشان لو عجبتهم يروحوا يشتروها. فكانوا 3 بنات اللي بيقدموا الاكل ده، منهم الفنانه لبنى عبد العزيز اللي هي سميحه. لبنى عبد العزيز كان اول فيلم ليها هو فيلم الوسادة الخالية، اول بطوله كمان واول وجه، كان وجه جديد يعني. عملت الدور. انا عن نفسي مش عارفه، كنت حاسه ان ممكن الدور اتعاطف معاه لو كانت سعاد حسني او كانت نادية لطفي. مش يعني مش قله تقدير ليها ولا حاجه، لا بالعكس والله، بس انا حاسه انها اتقنت الدور قوي لدرجه ان انا اتضايقت منها في الفيلم، ويمكن ده نجاح ليها كمان. لكن بحس انه سعاد حسني او نادية لطفي او حتى مريم فخر الدين فيهم نزعه كده تخليكم تتعاطفوا معاهم. انما هي كنت حاساها فيها حده، ولو كانت حتى بتحاول انها تبقى منكسره، بتحاول تبقى طيبه، بس مش عارفه ده، مش عارفه شعوركم زيي ولا لا، انه انا حسيت ان هي حاده وما كنتش متعاطفه معاها طول الفيلم. مش عارفه ليه. مش عارفه. شوفوا انتوا كده الفيلم وشوفوا رايكم زي رايي ولا يعني. عاده لما الحبيب بيسيب حبيبته احنا بنزعل قوي وبنتضايق وكده. انا ما اتضايقتش في الفيلم ده انه عبد الحليم سابها، ما اعرفش ليه. ويمكن عشان زهرة العلا كمان محبوبه وطيبه كده ووشها هادي ورومانسي كمان، فكانت هي الزوجه مش الحبيبه، فكنت برضو متعاطفه قوي مع زهرة العلا. المهم اتعرفوا ال3 ولاد على ال3 بنات دولت وبقوا يقابلوا بعض. عبد الحليم عمل نفسه ان هو مش مهتم بالبنت خالص، وقعد يقول لاصحابه احنا دولت ولاد ناس واحنا ما لناش دعوه بيهم. وكان اتاريه بيحبها، بس مش بيحبها، بيقابلها وبيكلمها في التليفون من غير ما يقول لاصحابه انه بيعمل كده، لانه شبك بجد. هم بيلعبوا واخدينها تسليه، انما هو حب سميحه جدا خالص. وبقى كل يوم الساعه 5 يمشي في الشارع بتاعها اللي هي مديله عنوان بس مش مديله رقم العماره، لحد ما شافته وهو بيمشي في الشارع ونزلت وقابلته واتكلمت معاه، وبقوا كل يوم يتقابلوا في الشارع ده. وبدأ عبد الحليم يهتم بدراسته وينجح علشان يقدر ان هو يكون جدير بحبيبته دي. يعني هو خد الموضوع بجد، وهي برضه خدت الموضوع بجد. بس كان بيجي لها عرسان بقى كتير، كل شويه يجي لها عريس ويتقدم لها وهي ترفض ومش عارفه تعمل ايه برضه. راح نصحه الاستاذ احمد رمزي اللي هو طبعا كان صايع جدا، وقال له دي حقك وخد حقك بدراعك عشان هم يجروا وراك. حاول يعمل كده عبد الحليم، لكن طبعا عبد الحليم لقاها لابسه الدبله بتاعته. كان جايب لها دبله في اغنيه مشغول، ولبسها لها دبله فضه مكتوب عليها سميحه 15/4 صلاح 15/4 واداها لها. لما هي جالها عريس اخير كان دكتور وكان هو عمر الحريري، اتقدم لها ووافقت وقالت له انا خلاص مش هقدر اقابلك تاني لانه ما ينفعش اقابلك، خلاص انا اتخطبت. طبعا هو كان متضايق وزعلان. وبعد كده كان كل شويه يتصل بيها، وهو طبعا عبد الحليم بقى هيمان وزعلان قوي ان هي رومانسي بقى وحبه الاول واول مره يحس الاحاسيس دي وكده. هي ما كانتش متضايقه، كانت فرحانه. يعني هتشوف كده لقطات وهي بتجهز فستانها وفرحانه وبتكلمه بكل يعني بكل كده يعني برود، بتكلمه بكل برود ان هي زعلها مش قوي. زي مثلا لو شفت فيلم الخطايا، نادية لطفي لما باباها عرف انه عبد الحليم مش ابن عماد حمدي اتضايقت هي، وكنا متعاطفين معاها قوي، وكانت هي عايزه تضحي بالدنيا كلها علشانه، وما كانش هاممها ان هو يكون ابن عماد حمدي او لا، المهم هي بتتجوزه لذاته. هنا سميحه حب صلاح ابو السيف يبين لنا ان هي برده مش مهتمه وخلاص، هتعمل ايه، هي بنت ومغلوبه على امرها برده.
اتخطبت وما قابلتهوش تاني غير مره واحده لما هو طلب واصر ان هو يقابلها. وكان احمد رمزي نصحه النصيحه المنيله ب 60 نيله دي ان هو يحاول يعني يغتصبها علشان اهلها يجروا وراه. وطبعا فشل لما لقاها لابسه الدبله دي وراحت قلعتها ورمتها في وشه وقالت له ده اخر يوم البسها فيه عشان ما تفكرنيش بيه. يشاء القدر بعد كده ان هو يتعب ويروح كباريهات ويسكر وهو ما بيسكرش ويغني اغنيه تخنوه هناك، وبعد كده يجيله مغص زايده ويعمل عمليه، واللي يعمل له العمليه هو عمر الحريري اللي هو جوز سميحه. قعد يقول لهم انا متخيل ان كان اللي عمل لي العمليه ده جوز سميحه. راح عبد الحليم ابراهيم قال له ما هو ايه، وقطموا الكلام. وبعد كده دخل بقى عمر الحريري بنفسه وقال له ده انت كنت هتروح في خبر كانه وانت ايه اللي عامله في نفسك ده، وقعد يزعق له علشان الكحوليات اللي شربها. بعد كده عبد الحليم بدأ يجتهد وقال انا بعد كده انا خلاص انا هجتهد وانجح، مش عشانها هي، عشان نفسي وذاتي والحب اللي كان مقويني ومخليني امشي في طريق الصح. انا يعني هكمله عشان ابقى جدير. كل الناس عماله تتكلم عن دكتور فؤاد ويقولوا ان هو دكتور شاطر ودكتور كويس وجدير بسميحه ويا بخته ويا بختها بيه، وعمالين طبعا يمجدوا فيه وهو عمال بيسقط كل سنه. راح بقى ذاكر ونجح وكمل واجتهد واشتغل في شركه حلوه. وكان مدير الشركه عنده بنت اموره حلوه اللي هي زهره العلا، وبعد كده خطبها. وكان قاعد يراهن يوم الخطوبه ان سميحه مش هتحضر الفرح، لان سميحه كانت شافته بالصدفه في مكان كده كانوا قاعدين فيه. فطبعا هو بقى صاحب دكتور فؤاد اللي هو جوز سميحه، وبقى يتقابلوا. لما اتقابلوا اول مره اتقابلوا في الترابيزه دي اللي غنى طلب بقى عبد الحليم طبعا لانه رومانسي وما نسيش حبه وقاعد مع خطيبته اللي زي فلقه القمر، ما همهوش خطيبته اللي قاعد جنبها الحلوه دي. برضو لما شاف سميحه اتضايق، وهي كمان جالها صداع فظيع في دماغها، وراح طلب من الموسيقيين انهم يشغلوا اغنيه اسمر يا اسمراني اللي كانوا بيسمعوها سوا ايام الحب. طيب هو كل الفيلم بصراحه ابو سيف عايز يقول ان الحب ده وهم. طيب لحد كده ماشي. بعد كده عبد الحليم بقى فضل يبص لها وتبص له، وكل ده الناس قال يعني مش واخدين بالهم، لا عمر الحريري واخد باله ولا زهره العلا واخده بالها، وهو عمال يسبل لها ويبص لها بصات كده كلها حب. بعد كده عبد الحليم بقى عزمهم على الفرح بتاعه، وراح هو اتراهن مع اصحابه ان هي مش هتحضر الفرح. راح قال له لا طبعا هتحضر الفرح لان نسيت اللي بينكم. قال لهم لا انا هراهنكم انها مش هتحضر الفرح بتاعي. وفعلا جه دكتور فؤاد لوحده من غير سميحه. المهم اتجوزوا وتمام. وبعد كده جت عزمهم في البيت عنده على العشاء، وقعدوا يناقشوا في البلكونه مع بعض قضيه الحب الاول اللي كل الفيلم بيتكلم عنها. هي كل واحد قال رايه. عبد الحليم قال ان الحب الاول عمره ما يتنسي، خاصه لو كان الانسان صادق في حبه وحط ايده على الدبله بتاعته كده. راحت هي بصت له قوي كده وراحت قالت له مش في كل الاحوال ومش مع كل الناس، يعني بتسمعه ان انا نسيتك، خلاص انا نسيتك، انت بتعمل كده ليه؟ راحت زهره قالت بس الواحد اول ما بيلبس دبله الجواز بينسى كل حاجه. راح عبد الحليم شال ايده بسرعه لانه لابس الدبلتين مازال. كان هو الدبله اللي هي الفضه اللي كان مديها لها في اغنيه مشغول دي فضل لابسها ونسيها مره في الحمام، وشافتها زهره العلا. لما شافتها زهره العلا طبعا قرت اللي عليها، واللي عليها اسم مين؟ عليها اسم سميحه. طبعا زهره العلا مش غبيه يعني، اكيد فهمت ان سميحه ما هو مفيش سميحه تانية، اكيد هي دي سميحه. فطبعا هي اللي عزمتهم. انا برضو استغربت في الفيلم ان هي قالت له انا عازمه دكتور فؤاد، بعد يعني في اللحظه بتاعت اللي هو نسي فيها الدبله دي هي نفس اللحظه اللي هي قالت له كده. فقعد بقى متردد يلبس الدبله تاني، ما مراته شافتها برضو يلبسها. عبد الحليم كان بصراحه برضو يعني اوفر قوي في الفيلم ده. يعني المهم بعد كده خلاص اتقابلوا بقى في القعده دي، كل واحد قاعد يقول كلمه الحب، وجهه نظره يعني في الحب وكده ورايه عن الحب. المهم جت حملت بقى زهره العلا، وصلت في مرحله خطيره، وفعلا عبد الحليم حس بخوفه ولهفته قوي عليها. راح فؤاد قال له روح جيب سميحه من عند بيت مامتها علشان تقعد مع دريه. راح عبد الحليم طبعا البيت القديم اللي كان بيقابلها فيه جابها ووداها عند دريه، واثناء العربيه وهو سايق العربيه وهي معاه قال لها مبسوطه مع فؤاد. قالت له جدا جدا، وبالعكس انا كنت متضايقه لما بدأنا نتعرف على بعض او نختلط ببعض لحسن فؤاد ياخد باله من حاجه، يعني عايزه تقول له فكك مني انا ايه خلاص كده تمام زي الفل يعني.
المهم هو ويعني عايزه اقول لكم حاجه، الفيلم ده برضو جايب الراجل هنا الرومانسي. عاده اصلا الست بتبقى عاطفيه اكتر من الراجل، يعني في الطبيعي الست بتبقى عاطفيه جدا جدا وبتبقى متمسكه بالحب قوي اكتر من الراجل. بس الراجل لما فعلا بيتمسك بحبه بيبقى برضو صعب بصراحه، عامل زي كده ايه، مش بيعرف كده يعني يخرج من اطار الحب ده ابدا، بيفضل كده عنده ولاء يعني وحب. وبعد كده خدها بقى وكان زعلان وخايف على مراته جدا اثناء ما هي في العمليه، وقعد يتذكر كل الكلام اللي الناس قالته على الحب، وراح اخيرا بعد ما طلع عينينا وهو يحضن في المخده. نسيت اقول لكم ان الوساده الخاليه اصلا كل شويه عبد الحليم يحضن في المخده وينام ويشوف سميحه، يحضن في المخده وينام ويشوف سميحه. احنا طهقنا من سميحه، يعني انا يمكن عشان كده اتضايقت منها او مش عارفه، كان في حاجه مستفزه في الفيلم ده. المهم ما كنتش متعاطفه مع سميحه خالص، ولا حتى صعبان عليا عبد الحليم في الفيلم، يعني مش عارفه ليه. كنت مبسوطه او عايزه اقول له إيه، احب يلا دريه، يلا اروح لدريه. مش عارف، انا كنت حاسه كده في الفيلم ده، غير على يعني غير افلام تانية كتير اما الحبيبين بيفترقوا وابقى متضايقه من اللي دخل بينهم مثلا وفرقهم. لا الفيلم ده لا، انا كنت عاوزاه يحب دريه كده وينسى دي خلاص وملهوش دعوه بيها. وفين بقى قاعد بقى ما يفكر بقى ويفتكر الكلام ده ويفتكر الكلام ده، راح في الاخر شال الدبله من ايده اللي هي الفضه، بس حطها في جيبه. انا كنت متخيله ان مثلا هيرميها على كومودينو في المستشفى ولا يحطها في الزباله ولا حاجه، لكن هو حطها في جيبه. ولما طلعت من العمليات وقعد يسلم على مراته ويقول لها الحمد لله انت كويسه وكده، اول حاجه هي كمان عملتها انها قعدت كده تشوف ان دبله واحده في ايديه، فاطمنت ان هو خلاص كده، معنى انه شال الدبله من ايده ان هو خلاص رجع لحبه ولمراته ونسي حبه القديم. بعد عذاب، بعد ما طلع روحنا، بعد ما غنى في يوم من الايام كان ليا قلب ويا المحبه هام ويا ريت محب اسود حبايبي مغلباني اوعى يا قلبي تحب تاني. وكانت الاغنيه يعني بيقول فيها كلام برضه، يعني بيقول فيها كلام برضه صعب شويه، بيقول انا كنت هواه وحبيبه، لو كان الدمع يجيبه كنت ابكي العمر عليه. ليه يعني تبكي العمر عليه؟ خلاص هي اتجوزت وسابتك، انت ما قصرتش، لا انت بس انت ما رحتش اتقدمت، هو ما راحش اتقدم لها كمان، يعني هو لما قال لها اروح اتقدم ما وافقتش، هي ما وافقتش، ما اعرفش ليه هي ما وافقتش برضه، قالت له لا هتقول لهم ايه وانت معاك ايه، يعني هي كانت عايزه تخلص منه تقريبا برضه. فرحت بالدكتور وفرحت بالعربيه بتاعت الدكتور، ما كانتش وهي متعاطفه معاه، لذلك انا وصلني الاحساس ده فما كنتش متعاطفه معاها. فلكن عبد الحليم بقى في الاخر حب دريه، فعايز يثبت لنا صلاح ابو سيف واحسان، القصه لاحسان عبد القدوس والاخراج لصلاح ابو سيف. والفيلم كان في مجمله كقصه حلو، يعني تستمتعوا وانتوا بتتفرجوا عليه، ما فيهوش ملل غير الوساده الخاليه اللي كل شويه الوساده الخاليه كتر قوي الفيلم، اسم الفيلم بقى ما ينفعش ما يبقاش فيه وساده خاليه. بس الفيلم حلو، اغانيه جميله، احمد رمزي عامل فيه دور دعابه حلو قوي، عبد المنعم ابراهيم رائع فيه. الفيلم من الافلام المحببه ليا، بحب اتفرج عليه كتير برضو عادي، ما بزقش منه، انا تقريبا حافظه السيناريو والحوار بتاعه يعني. لكن في افلام طبعا اعلى منه بالنسبه لي في الليفل، يعني في افلام يعني لو جه مثلا حكايه حب والوساده الخاليه مع بعض، لا هتفرج على حكايه حب كده يعني. لكن هم كلهم يعني افلام حلوه واغانيها كلها جميله جدا. وفيها اغنيه اول مره تحبي قلبي، وغنى فيها مشغول وحياتك مشغول، وغنى فيها تخونوه، وغنى في يوم من الايام. وعشان الفيلم ما يطولش حطوا اسمر يا اسمراني بصوت فايزه احمد في اللقطه اللي هو اتقابل فيها مع مع عمر الحريري ومراته، لما كانوا في الكازينو اللي اتقابلوا فيه ده مع بعض. قالوا عشان الفيلم ما يطولش يعني ما ينفعش عبد الحليم يغني، ما ينفعش عبد الحليم يغني كل الاغاني دي. فعمل فغنت فايزه احمد الاغنيه، حتى الناس اعتبرت الاغنيه بتاعت فايزه احمد واتضايقوا لما عبد الحليم غناها بعد كده، ولكن هي اصلا الاغنيه كانت معموله لعبد الحليم، لكن طول الفيلم غنتها فايزه. والاغنيه من فايزه حلوه ومن عبد الحليم حلوه، الاثنين غنوها بطريقه حلوه جدا، وهي اصلا اغنيه جميله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتفرجوا على الوساده الخاليه لو كنتوش اتفرجتوا عليه، اتفرجوا عليه من منظوري كده وشوفوا ايه رايكم. اتمنى تقولوا في التعليقات ايه اللي انتوا عاوزين نتكلم عليه في الحلقات الجايه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد بنقدمه من قناه اعز الناس.